أحمد حجازي الجديد في النادي الأهلي. عمر فايد صفقة الأهلي في يناير. مدافع موهوب وعنده هامش تطور رهيب ومستقبل الكرة المصرية ومتربي في النادي الأهلي. السلام عليكم. في بعض الكلام اللي طلع الفترات الأخيرة والأخبار اللي بتقول إن النادي الأهلي عاوز يتعاقد مع عمر فايد مدافع نادي المقاولين العرب اللي مقدم موسم حتى الآن ممتاز. النادي الأهلي عاوز يضم اللاعب للنزول بمعدل أعمار خط الدفاع ولسوء مستوى بعض لاعبي الفريق في المركز ده والاصابات الكتير. قبل ما اقول لك رايي في الصفقه دي اللي فيها كلام كتير جدا مميز هقول لك عليه في الحلقه، وهنتكلم عن مسيره عمر فايد من وقت بدايته في النادي الاهلي. ايوه زي ما بقول لك كده بدا في النادي الاهلي، وهنتكلم عن اهم مميزاته في الملعب وازاي يقدر يضيف لسكواد النادي. بس فضلا وليس امرا، قبل ما نبدا الحلقه ونتكلم في كل حاجه يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو مش عامل، وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي. ومعكم اخوكم طوفان اهلاوي. يلا بينا نبدأ الحلقة. اللاعب اللي قدامك ده اسمه عمر فايد، مواليد 4 يوليو 2003، يعني عنده 19 سنة في الوقت الحالي، وده سن كويس جدا ومستقبل فعلا. بيلعب في مركز قلب الدفاع في نادي المقاولين العرب. بداية عمر كانت في أكاديمية النادي الأهلي، بعدها دخل مع قطاع الناشئين لأنه كان لاعب مبشر جدا، وبدأ مهمته بشكل رسمي مع النادي وأثبت وجوده وأصبح واحد من أفضل المدافعين داخل الفريق، ولفت جميع الأنظار داخل قطاع الناشئين. ولكن بشكل مفاجئ رحل عمر فايد عن النادي الأهلي، ولما اتسأل قال إنه رحل بسبب مستواه الفني بعد ما قضى مع النادي الأهلي 6 سنين، 2 في أكاديمية الأهلي و4 سنين في الناشئين. بعدها انتقل إلى نادي المقاولين العرب ولعب معاهم حتى الآن 8 سنين. بعد تألقه في القطاع قرر المدير الفني وقتها محمد عودة تصعيده للفريق الأول، ولعب مع المقاولين مباريات ودية. بعدها يجيله استدعاء من منتخب مصر للشباب مع الكابتن محمود جابر في بطولة كأس العرب، البطولة اللي أظهرت لاعبين كتير مميزين، رأفت خليل وعبد الرحمن رشدان وصلاح باشا وأحمد حواش وأخيرا عمر فايد. وفي لاعبين كمان عمر لعب معاهم في بطولة كأس العرب وقدم بطولة كويسة وكان متألق، وكان في انسجام كبير وتفاهم ما بينه وما بين عبد الرحمن رشدان اللي بيلعب في النادي الاهلي حاليا. بعد تألق اللاعب في البطولة قرر شوقي غريب تصعيده للفريق الاول. وبالمناسبة شوقي غريب في الوقت اللي كان عمر مع المنتخب هو اللي تولى مسؤولية تدريب نادي المقاولين. المهم اتصعد عمر وقدم مستوى مميز في الموسم اللي فات، وقدر يساهم بشكل كبير في بقاء المقاولين العرب. كمل مع المقاولين بشكل اساسي في بطولة الدوري علشان يكمل برضه ثبات المستوى ويبدأ مع المقاولين الموسم ده. قدم مباريات اكتر من رائعة، من ضمنهم مباراة النادي الاهلي في بطولة كاس مصر اللي انتهت بركلات جزاء، واللي ضيع فيها عمر ركلة جزاء، ولكن قدم مباراة كبيرة تدل انه لاعب خامة محترمة وواعد جدا. عمر في الموسم ده لعب حتى الان 7 مباريات ما بين الدوري والكاس، وكلهم كان بيلعبهم بشكل اساسي، وحصل على انذارين في ال7 مباريات، وكان بيقدم مستوى جيد واصبح من افضل المدافعين في مصر في الوقت الحالي. بعد التألق ده مارسيل كولر عجبه اللاعب جدا وطلب انضمامه للفريق، وبالفعل اهتم بيه النادي الاهلي. ولما اتسأل عمر عن رأيه في التواجد في النادي قال اللعب للاهلي شرف كبير، هو احد افضل الفرق في افريقيا، وهدف التواجد في المنتخب الاول وتقديم اداء قوي مع المقاولين هذا الموسم. ودي كانت كل حكاية عمر فايد من وقت بدايته حتى الان. لو هنتكلم عن مميزاته بقى، عمر ما شاء الله عليه يتميز بطول القامة 1.90 سم، ارتقاءه ممتاز في الكرات العالية، مدافع قوي ما شاء الله، كورته كويسة وبيقدر يبدأ الهجمة من الخلف للأمام، وذكي وواعي جدا لتمركزاته، وعاقل مش متهور. يعني هو أشبه بطريقة لعب أحمد حجازي، ولكن الاختلاف كبير بسبب الخبرات والمستويات اللي لعب ليها حجازي، وان حجازي واحد من افضل المدافعين اللي شفتهم في حياتي في تاريخ مصر. بس في نفس الوقت عمر فايد خامة واعدة ومحترمة. عمر كمان دايما هو اللي بيبدأ الهجمة للمقاولين، لانه لاعب مميز في الطلوع بالكورة ومميز في لعب الكرات الطولية، والباص بتاعه بيطلع بدقة ممتازة، ودي حاجة احنا بنفتقدها جدا لما بيغيب محمود متولي ومحمد عبد المنعم. فعمر ممتاز في
بداية الهجمة والطلوع بالكورة، وما عندوش ميس باس كتير يطلع من رجله. كمان لاعب عاقل ومش متسرع زي ما قلت لك، دايما بيقابل المواجهات الفردية بعقل متوازن جدا، وحتى في التغطية بيقدر يحسبها كويس، بيقدر يحسب الوقت اللي المهاجم ممكن يستلم فيه الكورة والمساحة اللي هو المفروض يتعامل فيها علشان يفسد الهجمة. كمان مميز في الالتحامات سواء الهوائية او حتى الارضية، لدرجة انه كان بيلتحم مع الدبابة المالية اليو ديانج، واللقطة دي لفتت انتباهي جدا في مباراة الاهلي، لان ديانج صعب جدا حد في الدوري المصري يقدر يلتحم معاه. كمان عمر فايد كورته الكويسة ممكن تخليه يعدي 1 على 1 لو في منافسة على الكورة، بيقدر يعمل ده، وكمان بينفذ عملية الضغط من نص الملعب بشكل ممتاز. بيعمل ده علشان في نقطة سلبية عنده جدا، انه لو لاعب دخل معاه في سباق سرعة النسبة بتبقى 65% للاعب ده، لان عمر فايد مش اسرع حاجة، ولو دخل مع بعض اللاعبين سباق سرعة هيضطر يا اما يعمل فاول او يحط المدافع في ظهره ويحاول يتحكم في الكورة، لانه مش هيقدر يكمل بشكل كبير بسبب انه لاعب مش سريع اطلاقا. فالخلاصة ايجابيات عمر سريعا كده انه لاعب صغير في السن، عنده تجربة ممتازة مع المقاولين، واثبت انه خامة طيبة، ولاعب بدأ في النادي الاهلي يعني عارف كويس جدا قيمة التيشيرت، وهيبقى اضافة ممتازة فعلا للنادي. بس تعالى لي هنا، هل هو افضل من رشدان؟ مسألة محتاجة تفكير صح؟ من وجهة نظري قطعا لا. هتقولي ازاي يا عم ده بيلعب في الدوري المصري وفي المقاولين ومعرفش ايه، وهتقولي ان رشدان بيلعب في قطاع الناشئين وبلا بلا بلا والكلام ده. هقولك ما هو رشدان كان بيلعب مع وادي دجله في الممتاز ب، والناس اللي متابعه الممتاز ب هتعرف انه دوري غلس جدا، غلس في الملاعب والاحتكاكات والمنافسه، ومع ذلك اللاعب تألق مع دجله وكان بيلعب اساسي. ولو اتفرجت على بطولة كاس العرب هتعرف انا مفضل رشدان عن عمر ليه. البطولة دي تقريبا كان رشدان جوكر منتخب مصر فيها، كان هو القلب النابض والكابتن الافضل في المنتخب، هو كان كابتن المنتخب وكان قيادي في الملعب بشكل كبير، ولعب في كذا مركز زي مثلا قلب الدفاع ولعب باك رايت ولعب ديفندر، ودايما الهجمة كانت بتبدأ من عنده، وكمان كان بيلعب الضربات الثابتة، واظهر انه لاعب فعلا مميز في الكرات الرأسية، وسجل هدف رائع في البطولة دي وقدم مستوى عالمي فعلا. اللي انا شايفه ان النادي الاهلي عمل اكلة ممتازة وحلوة جدا لما تعاقد مع رشدان، بس لما انضم اللاعب للنادي الاهلي رشيت على الاكلة دي شوية ملح ونزلته قطاع الناشئين. طب جبته ليه؟ ما تعرفش. استفدت ايه لما نزلته الناشئين؟ برضه ما تعرفش. ما تفهمش ايه اللي بيحصل ده. يعني لاعب زي ده بكواليتي مميز في نفس سن عمر فايد، رايح تنزله قطاع الناشئين وتجيب عمر فايد اللي هو في نفس سنه ومش هتديله فرصة برضه. طب سيبك من رشدان، هنقول لسه صغير وهيتصعد رغم انه في نفس سن عمر فايد، بس عادي مفيش مشاكل. فهمني بقى، هتجيب عمر فايد وانت عندك مغربي ليه؟ هل مغربي اقل من عمر؟ برضه هقولك لا. واكبر دليل اللاعب تألق لما لعب في كاس الرابطة مع النادي الاهلي، وتألق لما احترف بره، وبسبب تألقه ده انت رجعته وقلت انك محتاجه، وبرضه ما دخلش السكور من وقت ما رجع النادي الاهلي، ولا حتى بيلعب مع قطاع الناشئين. انت متخيل ان انت بتدمر قطاع كامل وجيل كامل دلوقتي؟ انت متخيل ان انت بتشتري اللعيبه علشان تلعبهم في الناشئين؟ فعلا حاجه تجيب الضغط. انا مش فاهم احنا بنعمل في نفسنا كده ليه. انا اسف يعني، ده مش شغل متخطط ليه تماما، ده شغل هواه. انا يهمني الفريق وما يهمنيش افراد تماما، ولكن لو في عناصر عندي تستاهل تبقى موجودة في الفريق الأول وياخدوا فرصة، عمري ما أفكر في التعاقد مع أي لاعب بره النادي الأهلي. عمر فايد مدافع جيد جدا، ولكن مش مختلف عن اللي عندنا. ادي اي حد في اللي انا قلتهم لك دول فرصة واحكم عليهم بعد كده، ولو طلع مستواهم وحش انا اول واحد هقول ان النادي الاهلي محتاج سرد باكات. تعرف لو تعاقدت مع لاعب مثلا كبير وخبرة في الدوري اقولك ماشي تمام، رشدان ومغربي للمستقبل، واللاعب ده يجي يركب دلوقتي مع منعم ومتولي، ولكن انت جايب لي لاعب عنده 19 سنة. بس انت لو جايب لي اسامة جلال مثلا والله ما هفتح بقي،
لانه اضافه وخبره ولاعب يضيف للسكواد ومختلف عن اللعيبه اللي عندي، ولكن تروح تجيب لي لاعب من نفس الجيل بتاع لعيبتك الشباب ومش مختلف عنهم في شيء، ده غلط تماما. اخيرا اسف اني طولت، بس حبيت اوضح ان احنا بنودي نفسنا في داهيه وازاي بنختار صفقاتنا وبنفشل في الصفقات كل موسم. ملحوظه برضو، انا مش مختلف على امكانيات عمر فايد، انا مختلف على الخطه الموضوعه في صفقات النادي الاهلي. اخيرا محتاج اسمع رايك في اللي انا قلته لانه يهمني جدا. وقبل ما تقفل الحلقه فضلا وليس امرا، يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفني، وفعل زر الجرس علشان يجيلك تنبيه بكل الحلقات الجديده. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي. قول لي الحلقه اللي جايه عايزها عن مين. اشوفكم بخير، سلام.